في ناس شاطرة جدا 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 في التواصل عن طريق الكتابة، تلاقيها أول ما بتيجي فرصة إن هو يكتب بتلاقيه ما شاء الله عليه قادر يعبر كويس قوي، قادر يختار الألفاظ كويس جدا. تقرا الكلام بتاعه كده تبقى مستمتع ومبسوط جدا. وللأسف هم نفس الناس دول تيجي تبص عليهم وهم بيتواصلوا فيس تو فيس بتلاقي لا، إن في مشكلة. والناس دي عددهم كبير. ليه؟ لأن دايما التواصل الشفوي هو مش حاجة سهلة. التواصل الشفوي من أصعب أنواع التواصل واللي محتاجين نفوكس عليه. ليه؟ أولا لأن هو مش حاجة سهلة، مش سهل إن أنا أعمله. وثانيا لأن أنا مضطر ليه، وأغلب طرق التواصل مع الناس بيبقى تواصل شفوي. هنركز في السيشن ده على ازاي نتواصل شفويا بشكل صح، ازاي فيس تو فيس اقدر ان انا اتعامل واتواصل زي ما اكون بكتب بالظبط، من غير ما احس ان انا مضغوط، من غير ما احس ان انا عندي مشكله. اول سؤال لازم تساله لنفسك، هو انا ايه اللي بيأثر عليا وانا بتواصل مع الناس شفويا؟ ده انا كنت وانا بكتب ما عنديش المشكله دي. ما عنديش المشكله ليه؟ لان انا ما عنديش الاسترس بتاع ان انا فيس تو فيس، عندي رفاهيه ان انا اراجع الكلام مره واثنين وثلاثه وامسح واختار الوقت المناسب ليا وابعت بالطريقه اللي انا عايزها، وما عنديش اي مشكله. لكن في الفيس تو فيس انت محتاج تفكر وترد في نفس الوقت، انت محتاج تتفاعل، محتاج ان انت تتعامل دايركت اون ذا سبوت في نفس اللحظه. ومن هنا بتيجي المشكله. طيب ايه بقى اللي بيأثر عليا وانا بتواصل مع الناس شفويا؟ بيأثر عليا 3 حاجات. ال3 حاجات دول لو عرفت ان انا اظبطهم كويس انا هقدر اتواصل مع الناس بشكل صح وما يبقاش عندي مشاكل. اول حاجه الوردنج او الكلمات، تاني حاجه التون اوف فويس او نبره الصوت اللي انا بتواصل بيها، تالت حاجه البادي لانجوج او لغه الجسد. اول ما بنقول ال3 حاجات دول ونبتدي نفكر كده، طب هو الحاجات دي لو بتأثر عليا في الحوار الشفوي، طب نسبة كل حاجة فيهم قد ايه؟ دايما الناس بتبقى متخيلة ان اكتر حاجة بتأثر في الحوار الشفوي هي الكلمات اللي بتتقال. وللأسف كل الريسيرشز او يعني عدد كبير جدا اثبت عكس كده. اثبت ان اقل تأثير هو تأثير الكلمات. طيب واكتر تأثير هو تأثير البادي لانجوج، والتأثير المتوسط هو تأثير نبرة الصوت. طيب نفهم من كده ايه؟ نفهم من كده ان انا لو اخترت كلام كويس جدا بس قلته بنبرة صوت مش كويسة، مع تعبيرات وش مش احسن حاجة، ايه اللي هيحصل؟ المسج مش هتوصل، بل على العكس ممكن يوصل عكس اللي انا كنت عايز اوصله للطرف التاني. ال3 حاجات دول هم اللي هنشتغل عليهم في التواصل الشفوي مع الناس، واللي هنفوكس عليهم كويس جدا، لان دول زي ما بنقول كده ايه اساس اللعبة. دول اللي لو قدرنا ان احنا نعدلهم هنقدر ان احنا يعني نتغير بشكل كبير جدا. هتحس بفرق كبير قوي وانت بتتعامل مع الناس اللي حواليك لو قدرت تشتغل على ال3 حاجات دول. خلينا نبدأ كده مع أول حاجة اللي هي الوردنج أو الكلمات. الكلمة نور وبعض الكلمات قبور. في ناس ممكن بتنور بكلمة وناس بتطفي بكلمة. ممكن كلمة تطلع منك غير مقصودة تخلي حد يومه أسوأ حاجة، وكلمة كويسة اتقالت لحد تخليه طاير من على الأرض طول اليوم. لازم تاخد بالك كويس قوي من اختيارك للكلمات، لأن اختيارك للكلمات هيفرق جدا وانت بتتواصل مع الناس. أول حاجة لازم تاخد بالك منها إن كلامك يكون إيجابي. يعني إيه كلام إيجابي؟ يعني قصاد الكلمة الوحشة هتلاقي كلام كتير قوي بديل ليها ممكن يكون أخف شوية عنها. بمعنى ان انا دلوقتي لو شايف مثلا حد بيعمل حاجة مش صح او مش يعني لابس مش كويس، بدل ما اقول له مثلا لبسك وحش او مش لايق على بعضه، ممكن اقول له لو اللون ده اتغير هيبقى شكلك احسن، او انت في طقم تاني احلى عليك من ده.
انت وصلت له نفس المعنى بس اخترت كلمات اهدى شويه. يفرق قوي ان انت حد من زمايلك راجع من المصيف، ان انت اول ما تشوفه تقول له انت اسوديت كده ليه. حد تاني هيقول له انت اسمريت شويه. حد تالت هيقول له انت المصيف باين عليك. تقريبا المعنى واحد بس اختيارك للكلمات خلى الشخص اللي قدامك يحس احاسيس مختلفه. فاختيارك للكلمات لازم يكون اختيار ايجابي. تاني حاجه لازم تاخد بالك منها ان كلامك يكون مشجع. يعني ايه مشجع؟ يعني يخلي الطرف التاني او المستقبل ان هو يكون عنده حماس ان هو يتقبل النصيحه، او ان هو يغير من سلوكه او يغير من ادائه. يعني وارد جدا ان انت تكون مدير وعندك حد في التيم بتاعك اخد تاسك بس ما اشتغلش عليها بالشكل المناسب، فيفرق قوي معاه ان انت تقول له انا متاكد ان انت لو ركزت شويه هتعمل التاسك دي احسن. ويفرق ان انت تقول له ما طلعتهاش زي ما انا عايز. دايما كل ما كان كلامك مشجع كل ما خلى اللي قدامك عنده باور وعنده حماس ان هو يتحرك، ان هو ياخد اكشن افضل. فدايما زي ما قلنا ان انت لازم تختار كلام ايجابي، لازم كلامك يكون مشجع. تالت حاجة لازم تاخد بالك منها في اختيارك للكلمات ان كلماتك تكون موضوعية. يعني ايه موضوعية؟ يعني مناسبة للحدث. ما ينفعش لا تهول قوي ولا تهون قوي من الموضوع. يعني ما ينفعش تقول مثلا ده احسن يوم في حياتي. طب ايش عرفك؟ انت ممكن يكون في ايام تانية هتبقى افضل من كده. ده احسن كورس انا اخدته. مبالغ فيه. دايما خلي كلامك موضوعي يكون على قد الحدث. ليه؟ علشان الناس تصدق الكلام اللي انت هتقوله، علشان الناس تكون عارفة ان انت بتوزن الكلمة اللي انت بتقولها وبتتكلم بموضوعية ومفيش مبالغة. رابع حاجة، خلي دايما كلامك غير جارح. يعني دايما الحاجة اللي هتضايق الناس ما حاول ان انت تلاقي لها بديل. الكلمة اللي هتخلي الناس تبقى مش مبسوطة دور على غيرها. اللغة عندنا يعني ثرية جدا، وقصاد الكلمة الوحشة في كلام كتير قوي كويس يحل محلها. يعني أبسط حاجة إن أنت عايز تقول حاجة مش كويسة ممكن تنفي الحاجة الحلوة. يعني أنت عايز تقول إن اللبس ده وحش ممكن تقول إن هو مش أحسن حاجة. أنت نفيت الحاجة الكويسة فعقلي سمع كلمة كويسة رغم إن هي منفية. فمهم قوي إن أنت كلامك ما يبقاش جارح. كلامك لازم يكون مركز وواضح. يعني ايه مركز وواضح؟ يعني ابعد عن اللت والعجل، ابعد عن الكلام الكتير. في ناس بتهتم للأسف ان انا عايز اتكلم وعايز اقول وعايز اشارك، وده مش صح. دايما تشوف هل انا كلامي ده يعني هيضيف، هل كلامي ده مفيد، هل لازم ان انا اقوله، ولا ممكن ان ايه ما يتقالش. فمهم قوي ان كلامي يكون مركز ويكون واضح. يعني ايه يكون واضح؟ يعني ما يحتملش معاني مختلفة، يكون بيتفهم الناس فهماه، اكون بتكلم بنفس اللغة بتاع الطرف اللي بيستقبل وعلى نفس المستوى العقلي بتاع الشخص اللي بيستقبل. اكيد وانا بتكلم مع حد كبير غير وانا بتكلم مع حد صغير، اكيد وانا بتكلم مع حد متعلم غير وانا بتكلم مع حد غير متعلم. فلازم ومهم قوي ان انا اخد بالي من ده، اخد بالي ان كلامي يكون مركز ويكون واضح. اخر نصايح هنتكلم عليها في موضوع اختياري للكلمات. دايما كده في حياة كل حد فينا هتلاقي في بني ادم كده يعني ايه بنقول عليه جنتلمان كده. لو جيت ركزت يعني في الشخص الجنتل اللي حواليك ده اللي انت ممكن تكون بتتعامل معاه، هتلاقي دايما ان في لسانه مجموعة من الالفاظ هو بيستخدمها باستمرار مخلية ان انت حاسس ان هو شخص مختلف، حاسس ان هو فعلا شخص يعني فريندلي حبوب، شخص لطيف قعدته كويسة. كلمات سهلة وبسيطة لو احنا استخدمناها بشكل مستمر هنبان افضل، هنبان اجتماعيا الطف، هنبان بروفيشنال حتى في شغلنا. زي ايه؟ زي لو سمحت، بعد اذنك، من فضلك، شكرا، عفوا. كلمات سهلة وبسيطة، كلمات سهلة وبسيطة جدا لو انت عودت نفسك ان انت تستخدمها هتفرق معاك جدا. جرب مرة، جرب 2، وجرب 3، هتلاقي ان انت بمجرد ما تتعود على الكلمات دي هيفرق معاك جدا جدا جدا. نصيحة مهمة قوي وانت بتتعامل مع الناس، من ضمن الكلمات المهمة قوي اللي انت لازم تستخدمها هو اسم الشخص اللي بتتعامل معاه. يعني يفرق قوي ان انت تقول لي يا باشا او ان انت تقول لي يا رحمي. اسم اي بني ادم هو اكتر حاجة هو بيحب يسمعها. تخيل كده وانت ماشي
ولقيت اتنين بيتكلموا وقالوا اسمك، حتى لو انت متاكد ان هو ما يقصدكش، بس انت غصب عنك بتعمل ايه؟ تلاقي نفسك بتتلفت. ليه؟ لان اسمك هو احب الاصوات لودانك. فدايما لما بنتعامل مع الناس مهم ان احنا نذكر اساميهم في التعامل. حتى الناس السيلز الشاطرين هتلاقيه دايما ان هو بيبقى حريص قوي ان هو يعرف اسمك ايه عشان يبتدي ايه يقول لك يا استاذ محمد، يا استاذ محمد، يا استاذ محمد. فكرة ان انا بستخدم اسامي الناس دي حاجة مهمة. طيب اكيد حد فيكم دلوقتي عمال يفكر طب انا من النوع اللي بينسى اصلا الاسامي، اللي هو انا كل ما بشوف حد بضطر ان انا اساله اسمك ايه. الحقيقه دي ليها تكنيكس كتيره قوي، محتاج ان انت تدرب نفسك عليها، لان هي بيبقى موقف سخيف قوي لما تيجي تتعامل مع حد وهو يكون فاكرك وانت مش فاكره، او هو عارف اسمك كويس وانت مش عارف اسمه. من ضمن التكنيكس البسيطه يعني اللي ممكن تستخدمها فكره ان انت بتربط الاسم بشخص تاني انت اوريدي عارفه. يعني مثلا انت عارف حد اسمه احمد، والشخص اللي اتعرفت عليه ده اسمه احمد، فبتبتدي تربط ده اسمه احمد زي اسم احمد فلان. ساعات بنربط الاسم بالمكان، اللي هو مثلا زي لو انا بتكلم مع مجموعه كبيره مثلا زي يعني في الكورسز اللي احنا بنديها، اوقات بربط الاسم بالمكان بتاع الشخص. يعني بقعد افكر كده ايه، اللي قاعد على يميني على طول اسمه تامر، اللي قاعد على شمالي اسمه محمد، اللي قاعد في وشي اسمه احمد، بحيث ان انا التكرار بيخلي المعلومة تثبت، التكرار بيخليني احفظ الاسامي بشكل اسرع. مهم قوي ان انت تاخد بالك من موضوع الاسامي دي وتتدرب عليها، لان هتفرق معاك قوي وهتخلي الناس تحس ان هي ايه مهمة بالنسبة لك. من ضمن الحاجات اللي انت محتاج ان انت تاخد بالك منها مصطلحات المهنة الواحدة. يعني ايه مصطلحات المهنة الواحدة؟ ان انت في بعض الاحيان في شوية كلمات مش هيفهمها غير الناس اللي شغالين الشغلانة بتاعتك. بمعنى ان انت هتلاقي مثلا الدكاتره في شويه مصطلحات يعني اكسبريشنز كده بيستخدموها محدش هيفهمها الا لو كان دكتور. كل مهنه ليها مجموعه مصطلحات، انت لازم تكون واخد بالك ان انت لو بتتعامل مع حد عادي بره المهنه دي هو مش هيفهم الكلام اللي انت هتقوله. يعني مثلا زي الناس اللي بتشتغل في البنوك عارفه اكسبريشن مثلا اللي هو ايه، ان انا النهارده انا مشرط. مشرط يعني ايه مشرط؟ يعني عندي شورتج في الفلوس، يعني فلوسي معجزه. لو انت جيت قلت الاكسبريشن ده لاي حد هو مش هيفهمه. فما ينفعش ان انت تكون بتتعامل مع الناس كانهم بيشتغلوا نفس الشغلانه معاك. محتاج ان انت تاخد بالك من المصطلحات اللي هي تخص المهنه او تخص بلد معينه او يعني فئه معينه من الناس، لان باقي الناس دي هي ما تعرفش المصطلح اللي انت بتستخدمه ده. فبالتالي لازم تاخد بالك كويس قوي من الاكسبريشنز اللي انت بتستخدمها. اللغه من اهم الحاجات اللي لازم اخد بالي منها. ساعات بنستخدم مصطلحات بلغات تانية، يعني بطبيعه شغلي مثلا في شويه اكسبريشنز بالانجلش انا بستخدمها. ما ينفعش يكون الطرف اللي قدامي ما بيعرفش لغه كويس واكون انا بستخدم المصطلحات دي كتير، او بقول المصطلح ومش بترجمه. فلازم دايما اخد بالي من البوينت دي. يعني دايما في مثل عربي قديم كده يقول لك الضعيف امير الركب. يعني ايه؟ يعني انت دايما لما تبقى ماشي في القافله في الصحراء كده، اضعف واحد هو انت بتمشي على خطوته. فلو انت بتتكلم مع مجموعه والمجموعه دي فيها حد اللغه بتاعته مش احسن حاجه، فدايما حاول ان انت تقلل المصطلحات اللي انت بتستخدمها. مش بس كده، ده انت حتى لو اضطريت ان انت تقول مصطلح معين باللغة مختلفة يفضل ان انت تترجمه بعدها على طول، لان علشان يفهمك كويس هو محتاج ياخد الكلمات بنفس اللغة اللي هو بيفهمها. السن من الحاجات اللي بتفرق معانا جدا في اختيار الكلمات. يعني كل سن معين او جيل معين بيبقى ليه المصطلحات بتاعته اللي ممكن تستخدمها وانت بتتعامل معاه. فمثلا ما ينفعش تيجي لطفل صغير مثلا عنده 4 سنين وتقول له انا عايز يبقى عندك طموح، فهيبتدي يقول لك طموح. هو المصطلح نفسه هو مش في حصيلته اللغويه، فبالتالي ما ينفعش تستخدم مصطلح زي كده. بلس ان انت مثلا زي لما بتيجي تتعامل مع مديرك بتتعامل معاه بمصطلحات يعني اقرب للفورمال شويه. ما ينفعش مثلا تيجي تقول له ايه انا هروق عليك، لا،
رغم ان في مديرين بتبقى اب تو ديت كده وبيبقى يعني ايه مواكب اللغه، بس يفضل دايما ان انت تاخد بالك من فكره السن، تاخد بالك من ان كل سن ليه كلمات معينه هيفهمها، كلمات معينه هو محتاج ان انت تتعامل بيها وانت بتتكلم مع حد في الشغل، غير وانت بتتكلم مع اصحابك، غير وانت بتتكلم مع والدك ووالدتك، غير وانت بتتكلم مع اطفال. كل سن بيكون ليه مصطلحاته. واخر نصيحه في موضوع الكلمات ده، دايما بنقول غير كلماتك تتغير حياتك.